في عالم الذكاء الاصطناعي اللي كل يوم فيه جديد، في مكتبة واحدة كده ممكن نقول عليها إنها قلب اللعبة كلها تقريباً. النهاردة بقى هنتكلم بتفصيل عن المكتبة دي، Hugging Face Transformers. وعلشان بس نستوعب حجم الموضوع، الهب بتاع Hugging Face عليه أكتر من مليون موديل جاهز للاستخدام. الرقم ده لوحده يخض. طيب تخيلوا كده معايا، لو ممكن نستخدم أي واحد من المليون موديل دول دلوقتي حالا من غير أي تعقيدات أو وجع دماغ. دي بالظبط هي القصة اللي مكتبة ترانسفورمرز جاية تحلها. تمام، يبقى خلينا نبدأ بالسؤال البديهي. إيه هي أصلاً مكتبة ترانسفورمرز دي؟ بصوا، بأبسط شكل ممكن هي زي ما تكون البلوبرنت أو التصميم الأساسي اللي بنبني بيه أحدث موديلز الماشين ليرنينج. مش فارقة بقى الموديل ده بيشتغل على كلام ولا صور ولا صوت، كله بيمشي على نفس التصميم. والميزة الكبيرة هنا إن التصميم ده شغال في مرحلتين مهمين قوي: مرحلة التريننج يعني لما بنعلم الموديل، ومرحلة الانفرنس يعني لما بنشغله فعلا عشان يدينا نتائج. طيب إيه اللي بيخلي المكتبة دي قوية أوي كده؟ الفكرة كلها إنها بتلعب دور المحور، البيفت يعني، في منظومة ال AI كلها. تعالوا نشوف إزاي. السر كله في كلمة واحدة: التوحيد. فكرة one model definition، يعني كل المودلز مهما كانت بتعمل إيه بتتعرف بنفس الأسلوب بالظبط. طيب ده معناه إيه عملياً؟ ده بيفرق في إيه يعني؟ معناه ببساطة إن الموديل ده بيبقى زي الجوكر، بيشتغل مع أي حاجة. يعني مثلا أدوات التريننج فريم وركس المعروفة زي أكسلوتل وديب سبيد كلها بتفهم التعريف ده، فمش محتاجين نغير في كود الموديل كل شوية عشان نستخدم أداة تدريب مختلفة. الموضوع بقى plug and play تقريبا. ونفس الكلام بالظبط بينطبق على الانفرنس انجنز. دي بقى الأدوات اللي بتخلي الموديل يشتغل بسرعة وبكفاءة عالية لما ننزله على سيرفر للناس تستخدمه. حاجات زي VLLM و TGI. برضو الموديل بنفس تعريفه بيشتغل معاهم من غير أي تعديلات. وحتى لما نبص على مكتبات تانية زي llama.cpp بنلاقيها هي كمان بتستفيد من نفس التعريف الموحد ده، وده اللي بيورينا بجد إزاي ترانسفورمرز بقت هي النقطة اللي كله بيلف حواليها. سهلت الدنيا جدا وسرعت الشغل على كل الناس في المجال. طيب إيه الفلسفة اللي ورا كل ده؟ إيه اللي خلاهم يعملوا التصميم ده بالذات؟ الحقيقة الموضوع كله بيتلخص في كلمة واحدة: البساطة. هم ماشيين على مبدئين أساسيين. الأول، إن الموضوع لازم يكون سهل وسريع. أي موديل ممكن يتشغل بثلاث مكونات أساسية بس مش أكتر. المبدأ الثاني، وده مهم جدا، هو إنهم بيشجعوا على استخدام البري-trained models. يعني بدل ما كل واحد يبدأ من الصفر، لا، خد موديل جاهز متدرب وكمل عليه. ده بيوفر وقت وفلوس ومجهود خرافي، وطبعا بيقلل التأثير على البيئة. تمام، كلام جميل. طب فلسفة البساطة دي شكلها عمل إزاي على أرض الواقع؟ تعالوا نبص بسرعة على 3 أدوات من أقوى الحاجات اللي جوه المكتبة دي. أول حاجة، ودي كنز حقيقي، هي البايبلاين. فكروا فيها كأنها الأداة السحرية. دي عبارة عن كلاس بسيط جدا بيخلينا نعمل مهمات معقدة زي توليد النصوص أو تحليل الصور بسطر كود واحد بس. حرفياً سطر واحد بتنجز شغل كان بياخد وقت طويل قوي زمان. تاني حاجة هي الترينر. طيب لو حد عايز يدرب موديل بنفسه، الترينر كلاس ده هو الحل. مجهز لنا كل حاجة ممكن نحتاجها. بيدعم تقنيات متطورة زي الميكسد بريسيجن، ودي بتخلي التدريب أسرع وبيستهلك ميموري أقل، وكمان بيدعم الديستريبيوتد تريننج. يعني لو عندنا موديل ضخم نقدر ندربه على كذا جهاز مع بعض في نفس الوقت. والأداة الثالثة هي الجنريت. دي بقى متخصصة في توليد الكلام من اللارج لانجويج مودلز، والأحلى إنها بتدعم حاجات كتير زي الستريمينج. عارفين لما بنكلم تشات جي بي تي وبيطلع الإجابة كلمة ورا كلمة؟ هو ده الستريمينج بالظبط. بدل ما نستنى الرد كله يطلع مرة واحدة، بيبان أسرع وأكتر تفاعل. طيب بعد ما عرفنا كل ده، إزاي ممكن نبدأ؟ إزاي أي حد فينا ممكن يدخل عالم ال AI ده ويستخدم الأدوات الجبارة دي؟ وهنا بقى لازم نرجع لهدف هاجينج فيس نفسه. المهمة بتاعته الواضحة: ديمقراطية ال AI. يعني إيه؟ يعني خلوا التكنولوجيا دي في إيد كل الناس، وده عن طريق إن تعريف الموديل نفسه يكون بسيط وسهل نعدل فيه، وفي نفس الوقت شغال بكفاءة. والبداية أسهل مما نتخيل، خطوتين بس. أول حاجة، ندخل على الهاب ونقلب في المليون موديل دول نشوف إيه اللي موجود. تاني حاجة، عندهم كورس كامل ومجاني عن ال LLMs، بيبدأ من الصفر خالص وبيشرح كل التفاصيل دي. وفي الآخر، السؤال اللي هنسيبه مفتوح: لما يبقى بين إيدينا مليون موديل جاهز ومكتبة بتخلي استخدامهم أسهل من شرب المية، يا ترى إيه أول فكرة هتيجي في بالنا نبنيها؟